عاوزة أشارك معاكم فكرة. كان في بودكاست كده بسمعه النهاردة الصبح عن اللي هو الحاجات اللي أهالينا بتورثها لنا، وإحنا بالتالي بنورثها لأولادنا من غير ما نبقى دايرانين إن دي حاجة ممكن تكون بتأثر عليهم نفسيا. حاجات إحنا بنتكلم مع أولادنا فيها بطريقة معينة دايما، وأنا بعمل كده وأكيد كلكم بتعملوا كده. ما حدش بيعمل كده قولوا لي. يعني حاجه من الحاجات دي اللي هي ان يكون مثلا العيال، ان احنا طبعا بنعمل لهم كل حاجه كأمهات، وبنديهم مثلا وقتنا ونوصلهم المدرسه ونوصلهم التمارين، فبنقعد دايما نحسسهم ان هم ما يقدروناش. ده حاجه عندنا اللي احنا اهالينا كانوا بيعملوها معانا واحنا بنعملها معاهم. دايما نقول لهم انت ما بتحمدش ربنا، خلص طبقك، انت في غيرك مش لاقي ياكل، قدر اللي انا بعمله معاك، اشكروني، اللي انا بعمله معاكم ده مش اي حد بيعمله. انا بصحى معاكم وبوديكم مش عارفه ايه وبعمل لكم ايه، لازم تحمدوا ربنا ولازم تشكروا. فبنقولها دايما بطريقه دي مش صحيه. يعني طريقه اللي احنا بنحاول نعلم ولادنا الجراتيتيود، او ان هم يبقوا ممتنين، او ان هم يبقوا حامدين وشاكرين ربنا، بس بطريقه نيجاتيف، فبتبقى توكسيك ليهم. بحس انها بتحسسهم بالذنب، ان هم لازم يشكرونا، وان هم مقصرين دايما عشان هم